لكن إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو حتى يستفيد الجميع. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لمعرفة عدد المسلمين في هذا الفيديو. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لمعرفة عدد المسلمين في هذا الفيديو. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لمعرفة عدد المسلمين في هذا الفيديو. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما أو متعلما. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الدين الإسلامي هو ثاني أكبر دين على مستوى العالم وأكثر الأديان انتشارا في العالم. الإسلام هو كلمة عربية تعني السلام والأمان والاستسلام، يعني أن المسلم هو من يستسلم لله، وأي شخص من أي عرق يمكن أن يكون مسلما. وكلمة الإسلام تعني الخضوع لله، والمسلم هو أي شخص يقدم حياته إلى الله. الإسلام هو أسلوب حياة كامل يحكم جميع نواحي الحياة الأخلاقية والروحية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية. هناك أكثر من 1.5 مليار مسلم في العالم، أي ما يعادل 5 سكان العالم. لذلك الإسلام دين عالمي، وليس فقط يقتصر على دولة معينة أو لون أو عرق. الإسلام هو الدين الأسرع نموا في العالم من خلال عدد التحويلات كل عام. بدأ الإسلام في شبه الجزيرة العربية، ولكن اليوم 80% من جميع المسلمين يعيشون خارج العالم العربي. استند التقدم في أوروبا خلال عصر النهضة إلى أفكار طرحها المسلمون من العالم الإسلامي. حكم الإسلام إسبانيا لأكثر من 600 عام، جلب فيه السلام والاستقرار، وكانت المساجد والمباني في إسبانيا الإسلامية من أجمل التصاميم المعمارية في العالم. على سبيل المثال قصر الحمراء. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وهذا ما أدى إلى أن المسلمين حاولوا صنع اكتشافات جديدة في مجال الطب خلال العصر الذهبي للإسلام. خلال هذه الفترة الزمنية كان العالم الإسلامي متقدم جدا في الطب. تحققت العديد من النبوات الواردة في القرآن الكريم. على سبيل المثال تنبؤ القرآن بأن الرومان سوف ينتصرون على الفرس في معركة قادمة، وجاء هذا بعد سنوات قليلة من الكشف عن هذه الآيات. حتى محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين على طلب العلم والسفر في جميع أنحاء العالم، وبعد وفاته من القرن الثامن إلى القرن الثالث عشر أصبح العالم الإسلامي متقدم جدا في العلوم والتكنولوجيا والطب والرياضيات والفلك والفن. مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس هي المدن الثلاث المقدسة للإسلام، كما أن ثلث القرآن يتكلم عن الأنبياء السابقين مثل إبراهيم وموسى وعيسى ومريم عليهم السلام. القرآن هو الكتاب الأكثر حفظا في العالم، وهناك العديد من المسلمين الذين لا يتكلمون العربية كلغتهم الأم، ولكن حفظوا القرآن كله، حتى أن الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 4 أعوام قد حفظوا القرآن عن ظهر قلب. لم يتغير القرآن أو يتحرف منذ الوحي قبل 1400 سنة. توماس جيفرسون أحد الآباء المؤسسين لأمريكا كان لديه نسخة شخصية من القرآن الذي كان يقرأه. القرآن هو الكتاب الأكثر شرحا في التاريخ، مع الآلاف من المجلدات لتوضيح عجائبه العديدة. كما ذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم 4 مرات في القرآن بالاسم، وذكر عيسى عليه السلام 25 مرة في القرآن بالاسم. يؤكد الإسلام على أهمية أن يكون الوالدين أولياء الأمور. في الواقع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بر الوالدين هو ثاني أكبر عمل محبوبا إلى الله.
يعلمنا الإسلام أن نحسن إلى جيراننا مسلمين وغير مسلمين،